خميس الورهاني من متسكني منطقة سد كساب. عندنا مشكلة نعانوا منها منذ مدة طويلة. المشكلة هذه تتمثل كونها السد هذا ماهوش قاعد يزودوا فيه معناها بالعمل، فهمتني؟ لين وصل معناها ما عادش ثم ناس معناها تحرس المنشأة هذه. في آخر الأمر الإدارة العامة نتاع سوناد يعني طلبت من المسؤول المحلي باش يفرغ النقطة هذه اللي هي تعتبر هامة باعتبارها تسبق السد ببعض الأمتار، فهمتني؟ وينقل العساس اللي عنده للسد. نحن معناها ما يساعدناش هذايا، مش تولي لنا برشا مشاكل. ومبليس معناها كنا نخدموا لهنا في إطار المناولة، وقتها طالبنا معناها بحقوقنا. خلينا نمشوا بالنقطة. يعني توه النقطة هذه الإدارة هذه اللي فيها سيارة وفيها بناية معدات بطبيعة الحال ما عندهاش حارس. لا ما عندهاش. الإدارة العامة طلبت من رئيس المصلحة وأنت وهالمجموعة من الأخوين الشعب. نحن 4 متردين في إطار المناولة. عام 2008 طلبنا بحقوقنا، تعرضنا لمظلمة كبيرة وقاعدين نطالبوا. عندنا مكاتيب والإدارة في باجة، فهمتني؟ تمني فينا باش في اول ريكروتمون ترجعنا. يا اخي انا قريب نتقاعدوا وما رجعوناش، فهمتني؟ وعندنا شهر ونص خادمينها ما خلصناش فيه زاد، فهمتني؟ في اخر الامر يعني وصل ما فماش خدامه باش تعس حتى باش يناوبوا على بعضهم، ما فماش. ما لا انتم هناش تعملوا تو اليوم؟ نحن نحرصوا في النقطه هذه لاهميتها، عندها اهميه كبيره على خاطر هي تسبق السد بعض الامتار، وثم برشا ناس تمشي وتجي على النقطه هذه. فيها ناس معروفه وناس مجهوله، حتى العرفان ما نعرفوهاش، ينجموا يعملوا اي حاجه من بعد يحملوها لاولاد المنطقه، فهمتني؟ يعني نحن تو نعتبروا رواحنا رجعنا نباشروا في العمل نتاعنا، خاصه المطرودين هذوما العرب. بالطبيعه من غير جرايه، من غير اجر، من غير حتى شيء. نحن رجعنا تلقائيا. شيء النقطه ذي تهمنا وبلادنا اصل معناها. ثاني حاجه كون نحن حقوقنا ضاعت فيه وما تمسكناش بحتى حق، بكله هو عندنا حزمه من مطالب اني موجود وحيد. بالسادة النواب اللي كونوا هم أعلى سلطة في البلد. أنا كمواطن تونسي اللي يربطنا، الشيء المشترك اللي يربطنا هو المواطنة والقانون، لا ديانة ولا واحد. الأندرا الدستور اللي عملته هون يتطبق على الناس الكل ولا يتطبق على مواطن دون مواطن. على الزملاء نفس المقاول، نفس الشريك، نفس المشكلة، نفس القضية، هم يتمتعوا برجوع ويترسموا، وانا تو نطالب بحقوق. ما فماش بلاصه نمشيش ليه. شنو ما طلبكم سيدي؟ ما طلبني يرجعونا للاماكن نتاعنا شاغر، واليوم هاني قاعد نحمي فيه. هم يعني مساهيل هذيا تخلص عليه وتاخذ في اجور وطالب الزيادات، وانا مواطن مفكوك فيها حق جاي نحمي فيه. توا جمعه ما طلع لي حتى واحد. انت تو قاعد عندك اسبوع هنا تحمي في البلاصه هذيا من غير ما واحد مسؤول كلفك ولا هذا؟ ما جاني حتى مسؤول. تلقائيا جانا السيد المعتمد تاع بلطة ابو عوان البارح 21 جويلية. التو ما بقاش يرد علينا بحتى اجابه. يعني مطلبكم ان تطلبوا من الاداره ان تعاود تنتدب تطبق القانون كما طبقتها في ولايه جندوبه، تبقى في النقطه هذه وهي بالاساس تابعتها. هذاك مطلب ما تميزش. انا مواطن في بني متيرة 17 واحد اضطررنا على المشكله ذي كوننا طلبنا بحقوقنا، فهمتني؟ في اطار المناوله ماي 2008، فهمتني؟ هما 17 يرجعوا وترسموا تو ديجا ترسموهم، فهمتني؟ يا اخي نحن ما خذيناش حقنا، نحن خلاص خدمتنا شهر ونص من افريل وماي 2008 ما خذيناهوش لتو، فهمتني؟ ما خذيناهوش. وهم يقول لك الثوره بدات 2008 في قفصه، الثوره بدات عندنا نحن في النقطه هذه في كساب. عام 2005 رفضناها الخوصه هذه، رفضنا العبوديه رفضناها. اليوم وين الشجره هذه نحن زرعناها في باش ناكلوا منها، الشجره هذه نحن حرمونا منها. تتمتع بها الناس اللي كانت راضيه بالذل وراضيه بالعبوديه.